مستحيل تجرب الحريرة المغربية ومتعودش تطيبها. شوربة سهلة وبنينة وكلها منفعة ومن غير فرينة. سجل عندك الروسيت تستحقها وتبعني. في طنجرة وإلا كوكوت تصب فيها فنجان زيت زيتونة، بصلة مفرومة، وتحط اللحم اللي تحب، وتكمل تحط الحمص كمية باهية ويكون منفخ، عدس مغسول، كرافس عندي مكنجلة، وكزبر يكون فريش، وتكمل عليهم 3 كعبات طماطم مرحيين. تعمل تخليطة خفيفة وتفوح فلفل أكحل، كركم، عود قرفة ياسر يبنن الحريرة، زنجبيل، مغرفة كبيرة طماطم معجونة، ومغرفة صغيرة فلفل أحمر. تملح والملح يبقى حسب الذوق. تخلطهم وتغطي عليهم وتخليهم يهزوا غلوة مع بعضهم. في المرحلة هذه تصب الماء يكون سخون، كمية تكون باهية، وتغطي الطنجرة متاعك وتخليها تطيب في راحتها. وتنجم تطيبها في الكوكوت أقل وقت. كيف ينقص الماء متاعها وتقرب تطيب، تحط كعبة سفناري ونص كعبة بطاطا، وهما اللي باش يخثرونا الحريرة في بقعة الفرينة. كيف يطيبوا خرجهم ورحيهم وعاود رجعهم للطنجرة. وتكمل تحط الشعيرية اللي تكون طويلة وإلا تحط دويدة، وتخلط باش ما تهبطش الشعيرية في قاع الطنجرة. آخر شيء تزيد الكزبر مهرس في المهريس، يزيدها بنة، وتتحصل على أبنة حريرة مغربية كلها منفعة، خاصة لشهر رمضان. وصحة وبشفاء.